أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي من خدمتنا لبرنامج هيهات من الذلة إن شاء الله. سيتوار حلقيقة إن شاء الله لبان أي موضوع باسي كيمن، وهاي من خدمتنا إن شاء الله تعالى. لخطبي قراء إمام حسين عليه السلام روج عاشوراء دوای ئەوەی عوبەید الله بن زیاد داوا لە ئیمام حوسێن کرد عليه السلام مبایعەی بکەی، و ئیمام حوسێن عليه السلام زانی ئەیانە ئەهل الباطل ئەهل الحق نین و خۆی ئیمام معصومە عليه السلام. فخطبەیدا من ضمن أو خطبة عليه السلام إشي: ألا وإن الداعية ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. أولا باب زاني من سلة معنايتشس وذلة معنايتشس. السلة إشين أنه سل السيف، بمعنى حرب كرد، حارب وقاتل. وعبيد الله بن زياد أو تشتتواس وديا كشريد يا حسين عليه السلام يان أوسا تيايدبان حكم يزيد مبايع أكيد، ومبايع على إمام حسين عليه السلام أرى أهل الباطل مذلسة. المذلة يشيغن فقط أراكيا أرى أهل الباطل من مذلنيتهم. الحسين عليه السلام هو إمام معصوم ومفترض الطاعة، فود هيهات من الذلة، يعني مذلت لأهل البيت ديرة، لا يكي وك من ديرة، ومثلي لا يبايع مثله أيضا أي قسكرد عليه السلام. دعاء وحديثي ترديري من إمام الرضا عليه السلام يشيغن أن يوم الحسين أذل عزيزنا، خاص تواي من ربط بكي من بين دو كلمة، أي كلمة إمام حسين عليه السلام إشي هيهات من الذلة، لورا إمام الرضا عليه السلام إشيغن أذل عزيزنا. طبعا الإمام الحسين عليه السلام ود أنه مذلة فقط وقتا أوسى من مبايعي يزيد كم، مبايعي عبيد الله بن زياد كم بقى مذلة رامن، كأنما من مبايعي ككرما أهل الباطلة. إمام الرضا عليه السلام لورا إشي أذل عزيزنا، أذل عزيزنا قصدي نية وإمام حسين ذليل بناء حاشاه، ولكن ويمن مثلا وتا أي رجمانا بعض المؤمنين مثلا، بعض العلماء، بعض الطوائف، أي أنا وقتاي هانا بان مذهب حق، بان مذهب أهل البيت عليه السلام ديني ديان دائما محاربة كريان، أي مذلة أرايان معنويا نا خوان أهل حق، خوان هانا بان حق وسريان برزة، ولكن ماديا دينيد مثلا حقيان خرياس دينيد محاربيان كريه، ويعني مدة فترات طويلة أهل البيت عليه السلام نتونستن قسبكا وتقية كاركردن. أيبي قسي إمام الرضا عليه السلام أنه أذل عزيزنا، تائي رجاد ينيد شيعة مظلومة، شيعة أهل البيت عليهم السلام مظلومين حقيان خرياس مثلا، أي كارتواس الإمام الرضا عليه السلام، وإلا معنويا نا إمام حسين عليه السلام لقشتيان بردو. ولهذا يكيات لا إمام زين العابدين عليه السلام وديا يا ابن رسول الله كي منتصر لي رجع عاشوراء كي انتصار كرد باوقد إمام حسين عليه السلام أو مثلا يزيد زين العابدين عليه السلام جواويدا وتشوري بكتا أوسا بانك دي وقتا إشي أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أو وقت زانيد كي منتصرة. فإمام حسين لبان أي كارة كشريا وأي كارة تواست أنه دين جدي پیغمبر صلى الله عليه وآله وسربچو نتواست يزيد وجماعة يزيد بانا حكم الإسلام، بانا ري پیغمبر، بانا بيشي من منبر پیغمبر عليه السلام، لأنه كانوا أهل الباطل وكانوا منافقين وكانوا طغاة. وتائر جمان إما دينيدي أنه الطغاة نيل أهل الحق كاربكا محاربة كريا تائر جمانا. فتوني من ويقسى وقسي علماء أنه ربط أيدو قسى بكيمن لولا إمام حسين وقتها يود هيهات من الذلة، يعني منا أهل البيت ومثلي لا يبايع مثله. وبين كلام الإمام الرضا عليه السلام وقتها يود أن يوم الحسين عليه السلام أقرح جفوننا وأذل عزيزنا، أي ربطت يعني من أنه بيشي من معنويا
نعم برديسو إمام حسين وأهل إمام حسين عليه السلام وشيعة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن ماديا دينين برايان أنه مظلوم من شيعة أهل البيت عليهم السلام تا أيرو جمانة كواهاي منبان صالها زارو شوارصدو شلو حفت. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع إن شاء الله. يك فاصل وتيامنا إن شاء الله عمنا خزمتان. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عمنا خزمتان والقسي إمام حسين عليه السلام، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. أي قسكوا وتي أرى عالم يق هدفي بي يق مشروعي بأراء إمام حسين أولا وبالذات أرى خوي كإمامة معصومة عليه السلام، وثانيا أرى موت يسي وخطبي تريش وتا أهل بيتي عليهم السلام أنه لا رأيتم بعد هذا اليوم ذلا أبدا. أهل البيت عليهم السلام كوا وليانا بإمام زين العابدين، الإمام الباقر عليه السلام عمري وقت بن صالبية، زينب عليه السلام مثلا، أخوات زينب نساء الحسين عليه السلام، يعني قشتي واليابين. أي قسكرد أرايان أيضا الذل أنه ياك تشتي قوتي من أجر مبايعي أهل باطل بكيد بقى ذل، بينما يكي أجا مبايعي أهل باطل نكي بوسي صبر داشتو. ولهذا قرآن مبارك دائما إن الله مع الصابرين إشي مثلا آيات مباركة. الصبر طبعا هو مثل ما يقال أيضا مفتاح الفرج. أهل البيت عليهم السلام، حسين عليه السلام وتبي ألا إنكم لا ترون مضمون كلامه ذلا بعد هذا اليوم. كيف شين برسياري كي من يا أبا عبد الله شو ذلنين كواد يونيد زينب حزرت زينب السبايا شار وبيان كردن بردنا كوفو دواي أوا أرى شامو دواي أوا هاتنا وأرى كربلاء دواي أوا تشينا وأرى مدينة المنورة. كيف أيذلني يا أبا عبد الله؟ نعم توني من وتي من ورجة أي قصاي من خزمتان أنه ظاهريا يقم ذلتي تمام، أنه زينب عليه السلام وشرف وزينب وستر عليه السلام هاتياغو تشيا للروايات هس زينب عليه السلام وقتاي تواستيا بشوغا زيارة قبر پیغمبر صلى الله عليه وآله در نتشيا وتنيا إمام علي واليابي، الإمام الحسن واليابي، الإمام الحسين واليابي، وإشينش وشودري كرد يا إمام علي عليه السلام. أرى قضية الستر، قضية حجاب خاصة زينب عليه السلام وقتاي لا كربلاء درشي أرى كوفة مثلا أو حجاب داشت أو سترة مثلا داشت. إمام علي مثلا وريابي برايلي وريابي ولي أنا انكس فيشي من إيه كيف ذلني يا أبا عبد الله؟ نعم أي شيء يودينين ذلة ماديا دينين ذلة، ظاهريا دينين ذلة، ولكن ديني من إساء الحمد لله والشكر زينب بيا يك داعية أرى إمام حسين عليه السلام، بيا يك إعلامي أرى إمام الحسين عليه السلام لكوفو لا شامو لريقشتي باس ثورة الإمام الحسين زينب كرد عليه السلام. فيكسر برزيق بي يك رفعتي بي أرى أهل البيت عليهم السلام بالفعل كلام إمام حسين وقسي إمام حسين عليه السلام وقتاي وتبيان لا رأيتم بعد هذا اليوم ذلا راسبي هدفي داشت كوا أوسبي الثوريق ضد الظالمين والطغاة. وإلى اليوم إما استفادة كردي من الثوري إمام حسين عليه السلام لا ثوري حزرت زينب عليه السلام كوا قسكرد لا عبيد الله بن زياد وسربرزي رخينتي روايات شي وقتاي قسكرد زينب عليه السلام كأنما أمير المؤمنين بي عليه السلام قسكرد يان لمجلس يزيد لعنة الله تعالى عليه وسربرزي باس ثوري إمام حسين كرد عليه السلام وأهداف الحسين عليه السلام كرد. ولهذا ديني من
تائسة الحمد لله شي عسر برزة ببركة أهل البيت، ببركة السبايا والسيدة زينب والإمام زين العابدين، أي ريبرد نسر الحمد لله والشكر. ثوري إمام حسين تعريف كردن أرى عالم قشتي دينيد للشام لكوفة يشن لمجلس يزيد فراء عالم نشتي فراء مذاهب نشتين، حتى المسيح النصارى بشمن اليهود مثلا قشتي يعني يشين لو مجلسة. فالحمد لله زينب سر برزبي وأي قسي إمام حسين عليه السلام أنه لا رأيتم بعد هذا اليوم ذلا أبدا هات سر، والحمد لله سر برزي من إن شاء الله شيعة تا أي رجمانا. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله حفظ ذنبك موفق بين إن شاء الله. وهاي من خزمتان إن شاء الله لحلقات هيهات منا الذلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.